حاجتين في الدايت ملهمش بديل، ولو هتعمل ايه ما ينفعش نستغنى عنهم في اي دايت. اول حاجه واهم حاجه البروتين. ما ينفعش انا شخص رايح لدكتور الدايت اقول له عايز اعمل دايت بس ما تقوليش كل بروتين، انا ما بحبش البروتين. لا، ما انت ما تقوليش برضو انا هعيش على الحلويات والنشويات وعايزه اخس. البروتين جزء اساسي في تكوين جسمنا، من اعضاء، من انسجه، من عضلات، من شكل جسمي واضح للناس، هو اللي بيرسم شكل جسمي. فانا لو ما اديتكش بروتين هبني عضلاتك ازاي؟ يبقى احنا كده هنعيش على النشويات والحلويات اللي اوريدي سعراتها عاليه، وهي المحور الاساسي في تكوين الدهون في جسمك. يبقى انت لازم تبقى فاهم ان اي دايت بلان اول حاجه باخدها هي البروتين. طيب تاني حاجه ما اقدرش استغنى عنها في اي دايت الرياضه. ما تجيش انتي تبقي عايزه تخسي وتقولي لي بصي انا معيش فلوس اشترك في الجيم، وما عنديش وقت انزل اتمشى، وما عنديش وقت العب رياضه في البيت، ورجليا بتوجعني جامد ومش هقدر اعمل ال10 دقايق اللي قلتي لي عليها، وما عنديش خلق للرياضه. كل ده ملوش لازمه لو انت عايزه تخسي. ما انا مش هخسسك بنظام دايت بس. ليه؟ لان الرياضه هي المحرك الاساسي للدهون في الجسم. انا لما جسمي بيسخن وبدخل في حاله الميتابوليزم، انا الجسم بياخد من مخزون الطاقه، مخزون الدهون في الجسم عشان يديني طاقه ان انا اتحرك. ف ده بلس ان انا بقى الرياضه نفسها مهمه جدا لجسمي في تكوين النشاط بتاعي، في صحة قلبي، في تخلص من الكوليسترول، دهون ثلاثية، في التخلص من دهون الكبد، في رسم شكل جسمي. فاحنا المقام الاول عشان اعمل دايت غير صحتنا ان انا جسمي يبقى حلو، ما يبقاش عندي ديفوهات وكرش وارداف والكلام ده كله. طب ايه اللي هيرسم ده؟ ان انا اكل بروتين واتحرك بس كده، انا زودت عضلات ونزلت دهون. فالموضوع سهل بس محتاج مننا افهم الستبس. ما اقولش انا عايزه اطلع حاجه عاليه وانا ما بذاكرش، اللي هي اساسيات العمليه ما بعملهاش. ما اقولش انا عايزه ارسم شكلي وانا قاعده على الكنبه وماسكه الموبايل والريموت. لا يا جماعه، نكبر شويه، نفهم شويه جسمنا، نحس شويه بان الموضوع محتاج مننا البوش ومحتاج مننا الدفعه. انزل دلوقتي اتمشى وشوف بعد ما تتمشى جسمك يبقى عامل ازاي. الرياضة مش ان انا بس حاضر هتمشى يوم في الاسبوع، يومين في الاسبوع. لا، حط بلان. انا النهاردة دلوقتي ميعاد الرياضة بتاعي، انا دلوقتي هشوف فيديو على اليوتيوب وانزل والعبه او ارقص او whatever، او هروح هوفر ميزانية بيتي الشهر ده وهنزل جيم كنوع من انواع التغيير الرياضة عشان ما ازهقش، وهكذا. حط بلان لنفسك في البروتين من ميزانية بيتك، سواء بروتين نباتي او حيواني او بروتين رخيص او غالي على حسب ميزانيتك. ما تقوليش انا هعيش على الخضار بس. اوكي، هتعيش على الخضار، طب العضلات هتتبني منين؟ من الخضار ما بنيش عضلات. وهكذا.